ويا هلا ومرحبا. اليوم راح اسوي معاكم ألذ واخف سكونز، راح تجربونه وبطريقة سهلة وبسيطة، ما راح تاخذ منكم وقت. اول شي راح اخذ 250 من الطحين جميع الاستعمالات، مع 100 جرام من اللي هو الزبدة الباردة، لازم تكون الزبدة باردة. وراح افركهم كذي، افرك الزبدة مع الطحين لغاية ما يصير عندنا الخليط مفتفت كذي، ولغاية ما الزبدة تندمج مع الطحين. تتأكدون ان جميع الزبدة فتفتوها مع الطحين. شوفوا شلون يعطينا القوام. بعدها راح اضيف المواد الجافة اللي هي ملعقتين شاي من البيكنج بودر، نص ملعقة شاي من بيكربونات الصوديوم، نص ملعقة شاي من الملح، ملعقة شاي من الفانيلا، ملعقتين طعام من اللي هو السكر. راح اقلب الخليط عادي بالسباتشولا. والحين راح اضيف له اللي هو البتر ميلك او لبن رايب 175 ملي. واللي ما عنده بتر كريم او اللبن الرايب يقدر يسويه في البيت، ياخذ بس 175 ملي من الحليب ويضيف عليه ملعقة من الخل الابيض ويخليه لمدة 10 دقائق عقب يعطيه اللي هو البتر كريم. طبعا تعجنون العجينة لغاية ما تصير عندكم عجينة متماسكة عادي باليد. الحين رشيت اللي هو السطح بالطحين، وراح انقل العجينة وافردها. والحين راح افرد العجينة وتقريبا اخلي سمكها انش. راح اقطعها بهاي القطاعة، انتوا على حسب اختياركم اللي تبون، يعني اي قطعة ودكم فيها، مثلثة، مربعة، دائرية، صغيرة، عودة، انتوا اختياراتكم. خفقت بيضة مع ملعقة من الحليب، راح ادهن فيها الوجه. والحين راح ارش سكر بني على الوجه. والحين راح ادخلها الفرن على درجة حرارة 210 لمدة 15 الى 19 دقيقة. وهذا السكون صار جاهز عندنا. تقدرون تضيفون له لبنة، تقدرون تضيفون له الجام، اي شيء حابين تحشونه. سويته معاكم بكل حب، علينا وعليكم بألف عافية.